السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ تمام ان شاء الله. النهارده ناويين نعمل مع بعض كده كيكة الشوكولاتة او الجاتو شاتو زي ما تسموها. اول حاجة هنعملها مع بعض اللي هو الصوص الشوكولاتة اللي هيقوم عليه الكيكة كلها. هنحط في الخلاط معانا كوباية من اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو في الخلاط، وكوباية من السكر بالشكل ده، ونص كوباية او كوبايه الا ربع من الكاكاو الخام الغير محلى بالشكل ده. هنضربهم مع بعض في الخلاط وبعدين ارجع لكم. بعد كده هضيف الزيت اللي هي كوبايه الا ربع، هضربها برضه ضرب تاني وارجع لكم. بعد ما ضربناها بالخلاط شلنا منها كوبايه على جنب اهي. هنيجي بقى نحط المقادير بتاعتنا في الخلاط. بسم الله. معانا 3 من البيض، 3 حبات من البيض بالشكل ده. بسم الله. هنضيف كيس الفانيليا بتاعنا، بالشكل ده، وذرة الملح اللي اتفقنا عليها مع البيض. هنضربه في الخلاط وارجع لكم. وده بقى شكل الخليط بعد ما انا ضربته في الخلاط بالشكل ده. هضيف عليه الدقيق بقى تدريجيا. الدقيق ده 2 كوب من الدقيق بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحط كل مره واحده عشان هو مش مستاهل، مع معلقه كبيره من الكيك شيف. بسم الله الرحمن الرحيم. نلف كله مع بعضه، نخلط الخليط كله مع بعضه بالشكل ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كله برضو في اتجاه واحد. هلم كل الدقيق واخلطه كله في اتجاه واحد بالشكل ده. اصبح الخليط بقى بالشكل ده اهو. هنحط معلقه من الخل، بسم الله، صغيره كده بس. نقلب كويس. في الحاله دي انا كنت جهزت صينيه دهنتها زيت وحطيت عليها ورقه زبده بالشكل ده عشان تبقى سهله معايا في طلوعها من الفرن. بالشكل ده اهو. قلبنا الخل، هنفضيها في الصينيه بالشكل ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده اهو. هنصبها كده صب. هجيب معلقه عشان انزل بقيه الخليط ده. انا اتاكدت ان كلها اتوزعت علشان ورق الزبده اللي بيبقى راكب في الجناب ده اهو بالشكل ده. هنهزها برضو. هدخلها على درجه حراره 180 في الفرن، ولما تطلع هوريها لكم. وده شكل الكيك بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. شكله بقى بالطريقه دي كده اهو. طبعا هنحط بقى المفروض ان احنا نسيبه يهدى شويه او يبرد، بس الحقيقه ان انا هحط عليه الشوكولاته اللي انا كنت حشتها معاكم في اول الفيديو علشان السخونيه تسيح لي الشوكولاته. عارفين ان الجو برد بالشكل ده. هفردها وارجع اوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وده بقى شكلها بعد ما فردت عليها الشوكولاته اللي احنا سيبناها في اول الفيديو. ودي شوكولاته بيضه اهو
هحطها برضو بس للشكل، هي مش محتاجة خالص والله اي حاجة، هي تتاكل من غير اي حاجة. طبعا لو انت عايزة تحطي طبعا كريم شانتيه مفيش اي مشكلة خالص، ممكن تحطي عليها كريم شانتيه براحتك خالص، بس طبعا لازم ان انت تسيبيها تبرد عشان ما تسيحش الكريم شانتيه. بالشكل ده بشكل عشوائي كده. بالعود شوش طاووق كده اهو، وهلخبطها بالشكل ده اهو، بس للشكل مش اكتر. ممكن تشكليها زي ما انت عايزه. اقطعها بسم الله الرحمن الرحيم اهو. المفروض ان هي تبرد، بس انا عشان اقفل الفيديو فانا بقطعها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مش محتاجه اي حاجه، اجيب حاجه اشيل بيها، وده شكلها بعد ما قطعتها اهو. زودتها بس في قطعه من الفراوله وقطعه من التفاح وشوكليت شيبس، وهي مش محتاجه حاجه خالص، وهي جميله ما شاء الله وطعمها رهيب. يلا بقى جربوا طريقتي وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. عايزه بقى لايك ودعوه حلوه من القلب كده، شجعوني، ويا ريت تبعتوا كل الفيديوهات دي لاصحابكم وقرايبكم عشان تشجعوني ان انا انزل وصفات كمان وكمان. يلا باي باي، يا رب تكون وصفتنا النهارده عجبتكم. مع السلامه.